اخيرا مطعم متخصص في البطاطس وبيعمل بطاطس مقليه فريش عادي اهو زي اللي بنعملها في البيت. المطاعم في مصر هنا عشان تحسسك انك تقلي بطاطس فريش يعني مش مجمده دي معضله وشيء من المستحيلات، عشان للاسف اغلب المطاعم بقت عباره عن مصنع او ورشه تجميع عايز كل حاجه جاهزه وهو يا دوب يشوي او يحمر بس. عيش جاهز، مصنعات من فراخ ولحوم او بطاطس جاهزه، والصوصات طبعا جاهزه، وكله بالساهل. محدش عايز يتعب ومحدش عايز يعمل حاجه مختلفه. ده مطعم فاتح بقاله فتره، انا جربته من اكتر من شهر تقريبا. ده المنيو بتاعهم، طلبت اوردر بالتليفون ورحت استلمته، ودي الاسعار. كانوا عاملين عرض كل يوم تلات البطاطس هتبقى ب 15 جنيه. الباكينج بتاعهم حلو قوي. اول صنف ده بطاطس ستريبس، بطاطس مقليه عليها قطع فراخ ستريبس مع الصوصات وفلفل الوان، ذره حلوه وزيتون طعمها حلو. كواليتي خامات حلوه، واهم حاجه ان هي بطاطس فريش. دي البطاطس العرض اللي اتكلمنا عنها 15 جنيه. هم شويه صغيرين مش عارف ليه، عشان عرض يعني ولا ايه، بس حلوه جدا على السعر ده. بيجي معاها صوص، انا طلبته سويت شيلي وكان طعمه برده ممتاز. كواليتي الصوصات عندهم بشكل عام حلو. ده ساندوتش رول بطاطس مع جبن مشكل ومعاه شويه بطاطس كمان، وعلبه صوص فيها زيتون جوه الساندوتش. حلو بس محتاج حشو زياده سنه. واخر حاجه توست انشوجه، اللي بيحب الانشوجه والحوادق هيعجبه جدا. بس هنا كان في مشكله صغيره ان العيش ما كانش فريش، فياريت تجيبوا كميات على قد الاستخدام اليومي عشان الحاجه تبقى فريش على طول وما تباتش. بشكل عام اكل حلو وكواليتي محترمه. مكانهم بعد فرن الكومبراتيف، الشارع اللي بيطلعك على حديقه فريال. بس كده، دي تجربه تودو. سلام.